او شخص عاوز يخش مجال بيزنس او يبقى زي ما بيقولوا محترف بيزنس بشكل ادق يعني، ان هو يدير بيزنس وشركة والكلام ده. المفروض هو يشتغل، احنا مثلا بنقعد لحد سن العشرين او 19 في الكلية، حسب بقى التخصص بقى، كويس. هندسة طب صيدلة تجارة ايا كان. وبعد كده بيبدأ الرحلة العملية. التغيير هو الثابت الوحيد في الحياة. 100%. زي ما حضرتك بتقول. تغيير سيد الموقف من الأيام إنه تم تأسيسي إني أكون رجل أعمال أو بيزنس كونسلتنت أو في المجال أصلا يعني. كان لي حلم إن أنا أعيش في سوريا. اه. أنا كنت من الدول اللي كنت أتعشى وأحب إن أنا أعيش فيها. مقولة العلم يرفع بيوتا لا عماد لها، آه، أنا سمعتها من والدي مثلا. العلم بيجيب فلوس. مم. شفت نماذج أخرى، نماذج غربية. شفت من كتاب واحد بيألفه بيعيش مليونير. ده بدوني فكرة جيدة إنه أحط الفلوس في الخرسانة زي ما بنصح الناس إنه ما يعملوش، لمجرد إنه عايز انعكاس السفر من الخارج. أيوة. أنا عاوز أعكس لمين يعني؟ برضه مش فاهم. التأثير مع المركز بيعمل طفرات. أنا يعني ما أقول، وبعد إذنكم الكلام ده ينزل زي ما هو كده.